تخيل شركة تطلع بنفسها تقول لك احنا صنعنا نموذج ذكاء صناعي خطير جدا لدرجة اننا مش هنوريهولك، وده مش كلام تحذيري، بيقصد بيه حمايتك. اذكى اعلان ممكن تعمله شركة عن منتجها من غير ما تدفع مليم واحد بس. في مارس 2026 سربت تفاصيل موديل جديد من انثروبيك وتسمى باسم كلود ميسوس بسبب ملفات اتسربت من قاعدة بيانات عامة ونشرتها مجلة فورتشن، والخبر لوحده وقع أسهم شركات السايبر سيكيورتي وعلى رأسها شركة بالو ألتو نتوركس. حد في 7 أبريل الشركة أعلنت رسميا عن النموذج وقالت إنه بيكتشف ثغرات أحسن من أمهر مهندسين السايبر سيكيورتي، وقررت إنها مش هتنشره لأي حد، وبدل من كده هتديه لمجموعة بس من الشركات، وأسست مشروع البروجكت جلاس وينج، وده تحالف بيضم حوالي 50 شركة منهم أبل وأمازون وسيسكو، ده غير طبعا جوجل ومايكروسوفت، وعلى رأسهم شركة بالو ألتو نتوركس اللي أسهمها وقعت. وننساش طبعا إن الحكومة الأمريكية ذات نفسها، والإعلان ديت بيدي صورة للشركة على إنها هي الوحيدة اللي قادرة إنها تظبطه. دي مش أنثروبيك بس، دي كمان أوبن اي اي قامت عاملة لك جي بي تي 5.5 سايبر. الشركات ديت اكتشفت حاجة واحدة بس، إن الخوف بيبيع. عشان بعديها بشهرين بس من إعلان ميسوس شركة أنشروبيك تيجي وتكرر نفس القصة وتطلق نموذج ذكاء اصطناعي جديد اسمه كلود فابل 5، وده كأول موديل من فئة الميسوس متاح للناس، وقالت إنها تحتفظ بالميسوس 5 للشركاء بس. لكن المفاجأة مش هنا، عشان تيجي وزارة التجارة الأمريكية إنها تبعت توجيه رسمي بطلب وقف وصول أي شخص غير أمريكي للموديلين بحجة الأمن القومي طبعا، وتيجي الحكومة الأمريكية في 30 يونيو تلغي القيود ديت وتفتحه للناس عادي. لكن هل فعلا الخوف ده مبرر؟ شركة بالو ألتو نتوركس اللي هي من شركاء البروجكت كلاس وينج حبت تستخدم ميسوس وجي بي تي 5.5 سايبر على 130 منتج من عندها، ولقت فعلا ان النموذجين اكتشفوا ثغرات كتير. لكن المفاجأة انها لقت 30% منهم عبارة عن انذارات كاذبة وعبارة عن ولا حاجة، ده غير شركة ايل اللي اخدت بالظبط الثغرات اللي انثروبيك اعلنت عنها واتفخرت بيها وجربتها على 8 موديلات تانيين. ده مش كده وبس، دول كمان ارخص من ميسوس، ولقيت ان التمانية كلهم اكتشفوا نفس الثغرات، ده غير كده ان بعض الموديلات الصغيرة ديت عملت اداء احسن من اغلب موديلات انثروبيك الكبيرة. وفي اول يونيو 2026 في نفس اسبوع ضجت انثروبيك قامت طرحت اسهمها للاكتتاب العام بشكل سري، واللعبة ديت مش اول مرة تتلعب، عشان في سنة 2019 اعلنت شركة اوبن اي اي عن جي بي تي 2، واللي هو دلوقتي عبارة عن آلة حاسبة مقارنة بنماذج الذكاء الاصطناعي التانية، وقالت انها مش هتنشر للناس بحجة انه ممكن يقع في اليد الغلط. الاعلام ساعتها ضخم الموضوع لدرجة ان في عناوين قالت ان خلاص الذكاء الاصطناعي هيقضي علينا، عشان يجي بعد 9 شهور بس الشركة نزلت النسخة كاملة. وسام التمن طلع وقال احنا كنا خايفين زيادة عن اللزوم، وطبعا احنا عارفين كل ده بيعملوا ليه، علشان يعمل ضجة عالمية بس مش اكتر. ده مش سام التمن بس، ده كمان في طرف جديد. في مارس 2023 ايلون ماسك وقع عريضة بتطالب بوقف تطوير الذكاء الاصطناعي لمدة 6 شهور بحجة خطر انقراض البشر. بعدها بس بأقل من 4 شهور ايلون ماسك اعلن عن تأسيس شركته الخاصة للذكاء الاصطناعي وسماها اكس اي اي، وبعدها نزل موديل جروك اللي احنا عارفينه. واخدين استراتيجية تسويقية اللي هي اصنع الوحش وسوق لنفسك على انك الوحيد اللي تعرف تروضه، وده بيخلي المستثمرين والشركات الكبيرة، ده غير طبعا المستخدمين، يقولوا ان المستقبل في الشركة ديت، غير كده فلوسنا وكل حاجة تبقى في خطر. وكل ديت شركات الذكاء الصناعي بتحاول تلهيك عن المخاطر الحقيقية اللي ممكن تحصل، وان مراكز البيانات اللي بتشغل الموديلات دي بتستهلك طاقة ومية ضخمة جدا، لدرجة ان بعض المراكز الشغالة بالغاز بقت انبعاثاتها اكبر من دول كاملة. ومش هننسى طبعا اخواتنا في فلسطين اللي اسرائيل نزلت عليهم بكل ما تشتهيه من ادوات الذكاء الاصطناعي، العمليات العسكرية طبعا، غير طبعا الطلب الجنوني من شركات الذكاء الاصطناعي على الرامات ادى في الاخر ارتفاع اسعارها بشكل مهول. وفي الاخر الخوف هو منتج ليه سوق وليه شركات بتتنافس عليه وبس. مع السلامة.